السلام عليكم. فيديو اليوم راح نحكي عن الفيرست تايم لوكال دينتست. قبل التعامل مع اي كيس سواء فلنك او اكزو لازم نعرف شلون نعطي الانستيزيا بطريقه صحيحه. بالبدايه لازم نعرف انه عندنا تو تكنيك، الفلتريشن وبلوك. بالنسبه للبلوك راح يخدر لنا اكثر من سن اللي هو من لور 8 لل1 ويستخدم للمانديبولار ارش. اما بالنسبه للماكسيلاري ارش راح نستخدم له الفلتريشن تكنيك اللي هو يخدر لنا فقط السن والمنطقه المحيطه به. بما ان خلصنا من الجزء النظري خلونا ننتقل للجزء العملي. بالبداية لازم نعرف شلون نركب دنتال سرنج. ناخذ الدنتال سرنج نفتحها بهالطريقة، نسحب البستون نفتحه، فتحت. هسه ناخذ الكاربولة بيها جهتين، دايفرام وبلونجر. دايفرام يكون باتجاه الدنتال نيدل والبلونجر يكون باتجاه البستون. نجي نركبها، نخليها هيجي ونركبها بهالطريقة، نرجع البستون تركب. هسه ايش ناخذ؟ ناخذ الدنتال نيدل، نفتح الدنتال نيدل، نلزم الكاربولة زين داخلها، فرعت زين لحد ما تضبط. نبقي شوية انستيزيا. هسه هذا هسه نقدر نستخدمه. هسه نجي ناخذ انفيريور الفيلور نيرف، نعطيه بالبلوك. بلوك اذا قلنا نخدر جهة الليفت، فندخل من جهة الرايت، ندخل بين الفور والفايف، نروح بوستيريور المسافة عن الكلوزر بلين من 6 إلى 10 ملم. نسوي ريتراكشن بالإيد الثانية، نلزم الكورونويد نوتش اللي هي عبارة عن ثيك بون، إن نشوف الريترو مانديبولار رايح فيه اللي هي تكون عبارة عن خط مرسوم اللي هو هسه هذا ريترو مانديبولار رايح. أكو بصفة فوسة، بالفوسة ندخل لحد ما يصير تاتش بون، نسحب شوية ملي ونعطي أنستيزيا. هسه خدانا انفيريور الفيلور نيرف. هسه وين نروح نخدر اللينجوال نيرف حتى يتخدر اللسان ويتخدر اللينجوال جنجايفا. فنسحب النيدل شوية مليم ونروح باتجاه الميد لاين وننطي همين انستيزيا وبنسحب النيدل. بما انه خدرنا اللينجوال نيرف والانفيريور الفيلور نيرف يحتاج نخدر بوكال جنجايفا اللي هو المسؤول عنها لونج بوكال نيرف. لونج بوكال نيرف يكون هو ديستال للاست كاسب مع اللور 7. سوي تراكشن اللاست كاسب هذا، ننطي صفه بالبقرة إليه، ندخل شوي هنا ونعطي نقطة، نسحب. هسه نعطي الفلتريشن للماكسيلاري ارش. نسوي تراكشن بالايد الثانية، ندخل بزاوية 45 درجة والبوينت يكون بالموكو بوكال فولد. ندخل هنا. هسه نعطي البليتل، المسافة اللي ندخلها بين السن وبين الميد لاين، ندخل بزاوية 90 لحد ما يصير تاتش بوينت وننطي.